Let's learn about letter H. Yes, letter H. H makes a sound of ha ha. H makes a sound of ha ha ha. طبعا لما بنيجي نضحك بنقول ايه؟ ha 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 ha. Listen, ha sound from this word. H is for horse. Ha ha horse. H is for horse. Ha ha horse. Ha ha horse. H is for hat. Ha ha hat. Ha ha hat. H is for hat. Ha ha hat. Ha ha hat. H is for hippo. Ha ha hippo. Ha ha hippo. H is for hippo. Ha ha hippo. Ha ha hippo. وبكده سبق الليتر H بيقول ها sound from ha ha horse. Ha ha horse. Ha ha hat. Ha ha hat. Ha ha hippo. Ha ha hippo. طبعا احنا عارفين letter H has two forms. عنده شكلين capital and small. How to write letter H? ازاي تكتب حرف H بشكل حلو ومظبوط؟ يلا بينا. How to write capital H? letter H طبعا احنا عارفينه الكابيتال H بيتكتب between 3 lines، بيتكتب ما بين 3 سطور. تعالوا بينا نشوف مع بعض هنكتبه ازاي. أول حاجة start at the top أهو and make a line down. make a line down and go back to the top and make another line down أهو down. وبعدين go to the middle هنيجي بقى في النص and make a line across. سهل خالص. يلا بينا. up and down and up and down. make a line across. make a line across. up and down. up and down and make a line across. make a line across. أهو up and down وبعدين بنعمل up and down وبعدين make a line across. make a line across. up and down. up and down. make a line across. make a line across أهو بالشكل ده. طيب ده كده الكابيتال H. small h برضو بيتكتب between 3 lines، السطر الأولاني التاني التالت. أول حاجة برضو start at the top and make a line down أهي start at the top and make a line down وبعدين go back to the middle and around down to the bottom أهو تمام أهو تاني up and down up and down up and down وبعدين around and down أهو up and down وبعدين بنعمل around to the middle and down to the bottom أهو بالشكل ده. سهل خالص بالشكل ده. تمام. ده السمول اتش أهو. متنساش إن احنا نتدرب تدريبات كتيرة قوي على السمول اتش زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنا طبعا الطفل هنا هيعمل ايه؟ color capital H. الطفل هنا هيلون الكابيتال H وبعدين هنا trace and write هيكتب طبعا الكابيتال H والسمول H وبعدين هنا بيقول لي find shadows. دي جيم بسيطة جدا الطفل يعني بيحب يلعبها. وعندنا كمان الكويز ده اختبار كده بسيط الطفل بيعمل ماتشن ما بين الحرف الكابيتال والسمول. طبعا دي الحروف دي من أول letter A لحد letter H وبرضه هنا find the lower case letters وهنا الطفل هنا بيدور على الحروف السمول الموجودة من أول ما أخد حرف ال A لحد letter H. برضه عندنا هنا تيست الطفل هنا بيتدرب عليه. ما ننساش إن إحنا نشتغل عنده برضه الليسن أو اللي هي خاصة بالسؤال الاستماع. تمام كده زي الليسن and write the beginning sound ودي مهمة جدا. بيقدر يسمع الكلمة بالكيو ار كود الموجود في الكتاب. تمام. ولو في أي حاجة واقفة معاكي تقدر ترجعي لنا برضه على جروب الواتساب. برضه عندنا هنا number 2 choose the picture with beginning sound. برضه هنا دي سؤال مهم جدا وطبعا كل الصور اللي موجودة هنا الطفل يعتبر أخدها معانا في الكتاب. وهنا طبعا بيتدرب اللي هو يشوف مثلا زي صورة زي دي فهتقول له what is this فيقول لك it's a hippo مثلا. بعدين هتقول له طب hippo دي بقى بادئة بحرف ايه فيقول لك ها ها ها
طب إيه الحرف اللي بيقول ها ها ها؟ هو letter H، ويعمل circle على letter H بالشكل ده أو يلونه. تمام؟ ده أسئلة بسيطة جدا ولكن مهمة جدا للطفل عشان تثبت عنده الحروف وأصواتها زي ما احنا متعودين. أتمنى يكون الشرح عجبكم وأشوفكم على ألف خير. مع سلامة الله.